معرض الصحافة الوطنية، أوردت صحيفة الشروق مقالا عنوانه العريض هيأ أرضية الانتخابات قبل مغادرة الداخلية. يفسر المقال موقف المعارضة المتمثل في المطالبة بتحييد حقيقي للولاة والمعتمدين والنيابات الخصوصية على إثر التسميات والتعيينات الأخيرة التي شهدتها السلطة المحلية والجهوية قبل مغادرة السيد علي العريض وزارة الداخلية. كما اتهمت المعارضة العريض بتسييس وتحزيب السلطة الجهوية استعدادا للانتخابات، وذلك حسب الصحيفة. الموضوع نفسه تناولته صحيفة المغرب وتساءلت في مقال عنوانته كالآتي: وزارات السيادة تحييد فعلي أم مفتعل؟ تكشف الصحيفة في هذا المقال مساعي الحركة في تحييد وزارات السيادة، وهو ما يتماشى مع مطالب المعارضة الوطنية قصد توفير المناخ المناسب لتحقيق الشروط الضرورية للوفاق الوطني. في المقابل يطرح المقال فرضية أن يكون التحييد مفتعلا من طرف حركة النهضة، وذلك حسب الصحيفة. صحيفة الصريح تناولت آراء الشارع في الحياة السياسية في تونس، وكتبت مقالا بعنوان قيد السبسي الأول بين الشخصيات والنهضة الأولى بين الأحزاب، وفيه تعرض آراء التونسيين في استطلاع قامت به مؤسسة أمرود كونسلتينغ حول أداء رئاسة الجمهورية الذي بلغت نسبته 60%، أما أداء رئاسة الحكومة فقد بلغ 40%. كما أشار المقال إلى تصدر البيج قايد السبسي حسب هذا الاستطلاع قائمة الشخصيات السياسية الأكثر شعبية لدى التونسيين، وذلك حسب الصحيفة. لا تزال تداعيات اغتيال المناضل الحقوقي شكري بالعيد متواصلة، حيث أوردت صحيفة الصباح مقالا تحت عنوان عضو بالبرلمان البلجيكي على قائمة الاستماع. يعرض المقال موقف عائلة شكري بالعيد من حكومة الترويكا، وذكر السيد أمين محفوظ الأستاذ في القانون الدستوري أن المسؤولية السياسية في قضية شكري بالعيد أمر مثبت وموجود تم التنبيه إليه منذ مدة طويلة، وذلك حسب الصحيفة. في الشأن الدولي نقرأ في الشرق الأوسط: استقالة العيساوي تحرج حكومة الملك وتجردها من غطائها السني. تقدم رافع العيساوي وزير المالية في الحكومة العراقية باستقالته المفاجئة أمس بتجريدها من غطائها السني، وجاء ذلك من فوق منصة المتظاهرين في مدينة الرمادي، ليتحول إلى قائد لتلك المظاهرات التي كان يشارك فيها في مدينة الفلوجة. تكتب جريدة القدس العربي تحت عنوان كيري ينتقد تصريحات أردوغان بشأن الصهيونية، وداود أوغلو يؤكد حق تركيا في انتقاد إسرائيل. ندد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الجمعة في أنقرة بالخطاب الذي تطرق فيه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى الصهيونية وربطها بالجرائم ضد الإنسانية. فرد كيري على نظيره التركي أحمد داوود أوغلو بالتجديد على حق تركيا في انتقاد السياسات الإسرائيلية. بدورها جريدة القدس العربي تكتب في مقال آخر: التوتر الأمني يلف لبنان والقوى الأمنية أحبطت تحرك الأسير. حالت إجراءات القوى الأمنية اللبنانية أمس دون تفجر الوضع الأمني في صيدا بعد أنباء عن عزم إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وأنصاره اقتحام شقتين قالوا إنهما تابعتان لحزب الله في محيط المسجد في عبرة شرق صيدا في الجنوب اللبناني. تحت عنوان جماعة دعم الجيش تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وحكومة جديدة، تكتب جريدة الأهرام: توافد الآلاف إلى النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر أمس للمشاركة في جمعة للشعب جيش يحميه. واتهم المتظاهرون جماعة الإخوان المسلمين بتبني سياسة الإقصاء من خلال انفرادهم بالسلطة. جريدة لوموند الفرنسية تكتب تحت عنوان الإدارة الأمريكية تمر إلى سياسة التقشف. استقبل أوباما في البيت الأبيض أمس كبار مسؤولي مجلس النواب في أول اجتماع يعقد منذ اندلاع هذه الأزمة السياسية المالية الجديدة، لكن من غير المتوقع أن يسمح بتفادي دخول خطة التقشف التلقائية حيز التنفيذ، وهو ما يعني فعليا خفض 85 مليار دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي من ميزانية 13 و2000 التي تنتهي في سبتمبر المقبل، مناصفة بين البرامج العسكرية والمدنية.
بالنسبة إلى أخبار الرياضة لهذا اليوم، كتبت جريدة الشروق في الصفحة الرئيسية: صراع الأقوياء بين الإفريقي والقنوية وفرصة للعكارة أمام الكافية، وهي مباراتين تدريجيا في إطار الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى. الشروق تحدثت عن أهمية مباراة مستقبل مرسى والنادي الإفريقي وفرصة القنوية لافتكاك المركز الثاني في حالة الفوز، أما زملاء جابو فيردون الانتصار للاقتراب بنسبة كبيرة من الترشح لمرحلة البلاي أوف. أما لقاء الترجي الجرجيسي وأولمبيك الكاف فهو مهم للفريقين اللذين سيحاولان الانتصار من أجل أخذ ثقة أكبر في انتظار باقي الجولات. الملحق الرياضي لجريدة الصريح عنوان تصريحا للمدرب المساعد للمنتخب الوطني سابقا فريد بن بلقاسم يقول: أتحدى كل من يدعي أني قدمت تقريرا لوزير الرياضة، موضحا أنه قابل طارق ذياب وتحدث معه عن عديد الأمور دون أن يقدم له تقريرا مفصلا. فريد بن بلقاسم صرح كذلك: كنا الإطار التونسي الوحيد بعد عبد المجيد الشتالي الذي ضمن للمنتخب الترشح إلى ربع النهائي في الكان، مشيرا إلى أن وصول المنتخب التونسي في عديد المرات إلى ربع النهائي بعد 78 وقبل 2012 كان دائما تحت إشراف إطار فني أجنبي.